السلام عليكم خوتي. مرحبا بكم في فيديو جديد. خوتي شوفوا معنا هذا المغربي واش قال الاسعد الشرعي ومن بعدها نردوا عليه. يلا خلاص هذا طلع وبعدين رابح. تفضل يا أخي. تحياتي. مرحبا. صوتي معايا اليوم. أهلا أخي. أنا عزيز مول الجاكيتة الحمراء. أهلا يا عزيز، مرحبا. شكرا. أولا الأخ سعد، ما كتشوفش أنك ظلمتي الجزائر؟ أولا انطق اسمي صح يا أخي لو سمحت. عفوا؟ انطق اسمي بشكل صحيح أولا وبعدين واجهني. أش قلت أسعد؟ لا قلت سعد، قلت سعد المجرد. عفوا. أيوة تفضل. عفوا. نعم، ما كتشوفش أنك ظلمت الجزائر؟ ما كتشوفش أنك نحست المغرب؟ يعني ما كانش شي سبب واضح حتى اصبحوا يتهموننا اننا ندفع لك. يعني ما كتشوفش نفسك انك ظلمتي واحد البلد ديال 40 مليون نسمه، وغالبا يعني كتصغر من الرئيس ديالهم، كدير فيديوهات وكتضحك على الرئيس ديالهم، أو اصلا هما عمرهم اذوك زعما ولا واجهوك، ولا ما كاينش شي سبب انك دير هذا الخبث السياسي في واحد البلد، لان ما سيكون ردك ان كانت مصالحه في الجزائر مستقبلا. ان كانت واحد المصالحه، كيفاش غيكون الضمير ديالك؟ كيفاش غادي تعاتب نفسك؟ كيفاش غيكون اسعد الشرعي؟ ما كتشوفش نفسك حتى في المجتمع المغربي يعني مشيت لواحد الجهه ضد جهه اخرى. ما كتشوفش نفسك انك فضولي في هذه المشاكل اللي واقعه ما بين الجزائر والمغرب؟ تفضل. شكرا. تفضل. طب هل تثق بي انت تثق بي؟ لا اظن، لا اعتقد انني اثق بك، ولكن كدير واحد العمل يحتاج الى الذكاء، يحتاج الى المراوغه، يحتاج الى الخبث، يحتاج يعني انت في واحد العمل سياسي اللي كيحتاج تكون يعني انت لا تثق بي؟ لا اراك صادقا. انت في مهمه لا اراك صادقا، لان يعني كيفاش كتهاجم الجزائر وكتهاجم الرئيس وكتهاجم، لا اظن انه عمل سياسي احترافي ولا نابغ من واحد انسان صادق. كل ما تقوم به ضد الجزائر. يعني لماذا واجهتني اذا يعني مهما قلت لن تصدقني؟ واجهتك باش تكون عندك الشجاعه والجرأه تجاوب. يا ودي ما عنده لا شجاعه ولا جرأه. هذا عميل مرتزق باش يروح يدافع على بلاده اليمن الغارقه في الحروب والمجاعه. لا، هو مشى للمغرب يدافع عليها. زعما المغرب ما عندهش رجال اللي يدافعوا عليه. هي مرتزق. زيد كمل. ما السبب اللي أنا سأرد، لكن ليس عليك، سأرد للناس. أما أنت لا تصدقني. ما قيمة أن أناقش شخص لا يصدقني؟ ولكن علاش تقلقت من لا السؤال؟ ما تقلقت، ما تقلقت. اهدأ وكن شجاع. أنا لم أتقلق ولا حاجة. أنا سجلت نقاطك وسأتحدث عنها، لكن ليس لك لأنك لا تصدقني. سأتحدث للمستمعين صافي. يعني الكلام لا يعنيك أنت طبعا. تفضل. يعني أنا أسألك أولا، هل تراني أنت كمغربي أنني ظلمت الجزائر؟ أكيد اعتديت عليهم، لأن لا يخصك الأمر. كما شفتوا خوتي، الكل عرف بلي المخزن هو اللي راه يدفع لهذا المرتزق اللي خلى بلاده اليمن غارقه في المجاعه والحروب ومشى شيت للمخزن. حتى المغاربه كرهوا منه، وهذه هي نهايه كل واحد شيات يبيع بلاده وشرفه على جال شويه دراهم هكذا. اذا خوتي، كان هذا هو الفيديو تاع اليوم. فضلا وليس امرا، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.